إذا هنا آخر سباق 800 متر. كنا قد تابعنا في اليوم الأول على مستوى الهبتاثلون يوم أمس. بدأنا ب100 متر حواجز، ثم بعد ذلك وثب عالي، وفي الفترة المسائية ليوم أمس كانت الكرة الحديدية، وبعد ذلك سباق ال200 متر. واليوم في الفترة الصباحية كان وثب طويل، وفي المساء رمي الرمح، والآن ال800 متر. المنافسة القوية والساخنة على مستوى الهبتاثلون. كابتن سعيد، ندى شرودي الفارق الضئيل بمجموع النقاط، هل هو فارق ضئيل أم فارق كبير ما بين ندى شرودي وصاحبة المركز الثاني وديانا حسين من مصر؟ والله عثمان 231 ليس سهلا، هي نقاط كثيرة جدا. فكما قلت لك فعلى المتنافسة المصرية أن تكون سريعة جدا، وتكون مسافة كبيرة جدا. نعم. إذا أرادت أن تفوز على التونسية، ولكن من الصعب الفوز على التونسية عثمان، لأن التونسية قوية جدا وفي السباعي. نعم. إذا أيها الأعزاء، استعداد لانطلاق آخر سباق في الهبتاثلون، سباق 800 متر. ينطلق الآن بالتأكيد الجهد الكبير الذي بذل على مدار يومين متتاليين صباحا ومساء. أعتقد أن اللاعبات يستحقن كل الشكر والتقدير. نعم، الشكر والتقدير عثمان لابد منه، لأن البطلات حاولنا مدة 48 ساعة عثمان لكي يشاركنا في 7 سباقات ومسابقات لكي تفوزنا بميدالية، والبعض لن يفوز بميدالية. نعم. فلهذا أقول بأن الإبتاثلون استمتعنا مدة 48 ساعة بمعنى يومين. وإذا عدنا عثمان إلى السباق، هناك الجزائرية هي التي تقود السباق ونادى وراءها، والمصريات اللواتي يبحثن على الميدالية الذهبية بعيدة على التونسية. بمعنى آخر عثمان، خلاص التونسية ستفوز على الميدالية أكثر. نعم، أكثر من 231. نعم. كاتيا الجزائرية تقود السباق، هي في الصف الرابع الآن، تريد أن تدخل للميدالية البرونزية على أقل تقدير. والله يا عثمان بعيدة جدا على الأولى ب 600 نقطة. نعم، تقريبا 330 نقطة ما بينه وما بين الثالثة. فلابد تكون أكثر من 200 متر على ما يبدو مسافة. فهناك ليس عثمان نشاهد، ليس هناك مسافة 200 متر تقريبا إذا المصريات. نعم. وأصبحنا الآن المصريات يقتربن شيئا ما من نادى التونسية، ولكن سيكون صعب على الجزائرية أن تدخل في الصف الثالث. وبدون شك عثمان في المستقبل ستكون قوية جدا، لأن شاركت بكل قوتها في هذا الإبطال. إذا كاتيا من الجزائر تحتل المركز الأول على مستوى آخر سباق، وهو 800 متر للسيدات سباعي، والمصريات يدخلن كمركز ثاني من خلال البطلة المصرية. والآن سنأتي إلى حساب النقاط بعد هذه النتائج. كابتن سعيد، كاتيا هناك دقيقتين 17-49 تحصل على 850 نقطة وحساباتك سعيد. وديانا حسين المركز الثاني دقيقتين 24-77 تحصل على 760 نقطة. ورضوى فاضل من مصر المركز الثالث دقيقتين 25-83 تحصل على 746 نقطة. وندى شرودي من تونس دقيقتين 27-71 مركز رابع تحصل على 722 نقطة. واعتقد اننا بعد ذلك سنشاهد الحسابات على مستوى النقاط. اذا ندى شرودي 4993 نقطة الميدالية الذهبية، وديانا حسين من مصر 4800 نقطة الميدالية الفضية، ورضوى فاضل من مصر الميدالية البرونزية 4618 نقطة. الفارق الذي نشاهده أمامنا 193 نقطة كابتن سعيد. والمركز الرابع بقيت به كاتيا من الجزائر
ب 4529 نقطة. نعم عثمان، كما قلت لك الجزائرية قامت بسباق رائع ولكن كان غير كافي عثمان، فبقت في المركز الرابع. المركز الأول لندى الشرودي من تونس التي قامت بسباعي رائع جدا، والمصرية ويديان حسين ب 4800 نقطة وبعيدة ب 193 نقطة على ندى التونسية. ف نقول نعم هو فرق، ولو تكون فرق واحد نقطة واحدة عثمان، الميدالية ستكون لصاحب نقطة واحدة. فلهذا نقول استمتعنا كثيرا بالسباعي و استمتعت يا عثمان اليوم والله. نعم. كانت نهاية يوم رائع. رائعة. نعم. إذا التونسية ندى شرودي هي صاحبة الميدالية الذهبية، ووديان حسين من مصر صاحبة الميدالية الفضية، ورضوى فاضل من مصر صاحبة الميدالية البرونزية، وكاتيا من الجزائر احتلت المركز الرابع بالترتيب العام. هذه هي الميدالية الذهبية الرابعة لتونس على مستوى منافسات ألعاب القوى، نفس العدد من الميداليات للبحرين.